الآن ويسجل الهدف الثالث لمصلحة برشلونة. وبالتالي الآن برشلونة كالعادة وميسي كالعادة ينشر الفرح في مدرجات كامبانا. لكن شوف شنو اللي جرى. فابريغاس ومباشرة في الجهة اليمنى لك مثال على ذلك أيها العزيز أيها الحبيب مشاهد الجزيرة الرياضية. إذا كنت تبغي تستمتع بلاعبي خط وسط رائعين وبلاعبين ما يلعبون وبلاعبين يخلصون تابع البرشا. شوف البرشا الآن البرشا الثلاثي المرعب في خط الوسط حاضرين. انيستا حاضر للمرة الأولى، فابريغاس حاضر، الداهية الكبير شافي يحضر الآن مع الرباعي سيدو كيتا. وبالتالي الآن الأهم لاعب في العالم، الشغل الشاغل لبرشلونة وللعالم كله، ميسي مرة أخرى يزور شباك ريال مدريد ويسجل الهدف الثالث. صارت 3-2 ريال مدريد وكريم بنزيما والفريق الملكي ما تهنى الحقيقة كثيرا بهدف التعادل. الرد أتى سريعا من ميسي وميسي يسجل الهدف الثالث للبرشا. وبالتالي الآن الأمور تسير كلها. ميسي لاعب المناسبات الكبرى، ميسي لاعب المناسبات الصغرى، ميسي لاعب المناسبات الوسطى، ميسي لاعب كل شيء في برشلونة. الأقل من ذلك مع الأرجنتين والأرجنتينيين الآن اللي يتابعون المباراة يندمون ويتحسرون عن أن هذا الابن الكبير الأهم في العالم ما يفعله في سانتياغو برنابو بعد العودة مباشرة من كوبا أمريكا وما يفعله هنا